مو مستوعب اول شيء. زين الحين افصل لكم انا، يمكن هذه في اقل من دقيقه، يعني في ثواني، هي ثواني، يمكن 4 ثواني كذي انا جالس افكر، تت 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 تت، الثانيه الخامسه يمكن بديت استوعب. المهم فالثواني هذه، يا الله. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين، يعطيكم العافيه وحياكم الله. طبعا شباب اليوم ما في لعب اليوم، بس راح احكي لكم موقف حصل لي تقريبا قبل 24 ساعة، اقل من 24 ساعة، باقي 5 ساعات ونوصل 24 ساعة. انا مستغرب الصراحة، يعني كنت مو مستوعب، يعني خلاص متفاجئ كذا، منصدم. زين، بس راح احكي لكم القصة بدون تقطيع عشان لا تقولوا والله يوسف انت تمثل او تبالغ او زين هالكلام هذا. زين، بدون تقطيع الفيديو هذا. اوكي. مجهز انا الحين الحاجة اللي صارت. شباب طبعا انا كالعادة يعني العب لعبتي، زين، كوجيما هذا اللي ضيع وقتنا. فانا في كل حلقة طبعا اسوي مقدمة، زين، مقدمة غير كل حلقة ألف من عندي وبس اللي يصير. مهم، ف سويت المقدمة ولعبت اللعبة، زين، وخلصت، خلاص خلصت الشابتر التاسع. حلو. الحين صار وشو وقت نقل الملفات، فأشيل الملف، أشيل عفوا الذاكرة، زين، واركب فوق إلى الجهاز وانسخ الملفات. وبعد ما انسخ الملفات، زين، اخذ الملفات كلها، الفيس كام هذا يعني اخذهم كلهم اجمعهم مع بعض واضغط الفيديو واخلي البرنامج يرندر، يعني وقت الاكسبورت يسموه او الرندر. ف حزة الرندر هذه يعني نص ساعة تقريبا بتاخذ. يعني انا طبعا اسوي هذا الشيء عشان يكون عندي المونتاج بعدين خفيف، اذا ابى احط الملفات كلها هذه الثقيلة يصير المونتاج عندي ثقيل ويتعب ويقطع. فاسوي هذه الطريقة هي افضل، يعني اخفف الفيديو، حجم الفيديو، وبعدين ابدي امنتج حق الفيس كام. والفيديو حق اللعبة اسجله يعني، وكذا يعني طريقتي. المهم لا اطول في الكلام، ندخل في الموضوع شباب. انا الان خلاص يعني خلي يرندر، قلت يلا خلني افتح على قناتي واشوف في شخص معلق يعني في اليوتيوب، يعني في اخر فيديو لي، فقلت خلني ارد عليه يعني. اوكي، الحين انا قدام اللابتوب شباب، بس عشان ابى اراويكم. هو هني كتب يعني ما توقعت تمشيها. حاط دقيقة 30. اوكي، تعال نفس الشخص هذا علق كاتب اللعبة بدت تحلو، واصل يا بطل. زين، المهم فهو يعني انا وافقته في الرأي ان اللعبة بدت تحلو. هي مو اللعبة، احداث اللعبة خلينا نقول بدت تحلى، والمشاهد السينمائية صارت يعني حلوة ومشوقة. خصوصا الحلقة الثامنة هذه انا عجبتني، انا شخصيا عجبتني، حتى انا يعني قلت هذا الشيء وانا العب يعني. حلو. فقلت تدري يعني انا من نوع طبعا احلل ساعات فالمشاهد، يعني اذا في مشهد عجبني كذا قاعد اطالع. يعني مثلا لو اشاهد فيلم مدته ساعتين، الفيلم عندي ينتهي في ساعتين وربع او ساعتين ونص عادي. يعني اذا مثلا انا قاعد اشاهد وفجأة مشهد عجبني اوقف الفيديو اعيده من جديد، هو عدد كذا انا وضعي. المهم فقلت خلني اشوف المشهد، ابغى استرجع المشهد. فهذه الحلقة هارتمان كان يعني يوصف حاله هو، زين، وفي مشهد عجبني، يعني هو صار بين الحياة والموت وكذا، شاف اموات وكذي. ف انا طبعا خلني اشغل لكم الفيديو الان. زين، طبعا انا الحين فوق في غرفتي وقاعد اشاهد ومطفي الليت، مهيئ الوضع انه بعد شوي بعد بنام. ف قعدت اشاهد شويه بعد ما حتى ما اعلق الى الشخص، يعني نسيت اني ما اعلق له، ما ارد عليه يعني. المهم قعدت اشاهد. زين، شوفوا الحين يخرب الجو كوجيما شوي. طبعا قبل ما هذا عشان تستوعبوا، انا المقدمه اللي سويتها حقت يعني في نفس هذا اليوم كانت شويه فيها رعب،
وصلت يعني لمرحله كاني يعني قاعد احضر جن يعني كذي. المهم لا اتفلسف. المهم اسمع شوف، الحين غرفتي ظلمه، بس اضاءه شو اسمه الجهاز. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power. هني بالضبط شفت الظلمه هذه اللي في الصوره الحين ظلام، هني بالضبط وصار ظلام بزياده. زين انا طبعا اشاهد بهذه السماعه عازل مو طبيعي، اسمع المؤثرات الصوتيه 100%. فانا قاعد يعني هذا الصوت زين، ومره واحده يعني هي الصوت هذا الشاشه انطفت صار ظلمه. انا يعني مو مستوعب يعني قاعد كذا اطالع اقول يلا يعني وقف كأن الفيديو، لانه صار ظلمه مره واحده صار ظلمه. زين انا يعني شوي مو متذكر يعني المشهد هذا بعد، انا عشان كذي صرت زي مو مستوعب. ف جيت الفاره يعني يمكن اليوتيوب وقف، الانترنت وقف او شيء يعني. اطالع جنبي ما في ولا لمبه، يعني الشاحن كيبل ده يولع عندي اشوفه انطفى. وتعرفوا الشتاء يعني مكيفات ما تشتغل، وكانت عندي مروحه يعني بس ما اشغلها. زين ما كانت مشغله. ف شلت السماعات الا كانه صحيح انطفى الكهرب عندنا البيت. قمت شلت السماعات، قمت طق اشغل، لا انطفى. خلاص انا منصدم الحين، كيف انطفى الكهرب ويشرح يعني حالته هذا انطفى وانا انطفى عندي الكهرب. خلاص انا منصدم كذا يعني خلاص انا في ظلمه، طبعا ظلام. وطبعا راح احنا راويكم ردة فعلي في اللحظة نفسها. كلمت واحد يعني اللي ما يخاف يعني من اي حاجة اذا اسولف وياه. زين هو وواحد ثاني بعد، هذا فؤاد الحين زين في الواتساب. هذا ردة فعلي. فؤاد صور فيديو انا والله صارت حاجة اقسم بالله ما بصدق. ما ادري كيف زبطت هي التوقيت، سبحان الله. طفى علينا الكهرباء، زين طفى علينا الكهرباء وقاعد انا اشاهد حلقة من حلقات كوجيما. زين وفي مشهد بالضبط يعني زي اللي صار الكتريك، يعني انطفى الكهرباء كذي وانطفى صحيح عندي. والله العظيم فهد ما بصدق بنفسه التوقيت بالضبط. شو ده عجيبة الحركة ومستغرب انا. ما ظلمة الحين ما اقدر يعني اراويك كيف يعني المشهد، بعدين براويك اياه. قاعد اراجع يعني حلقة من الحلقات القديمة، يمكن الحلقة الأخيرة آخر حلقة هذه اللي نشرتها. قاعد اراجع شوي يعني اطالع القصة. طفى صحيح بيد توقيت القصة. ندرى وش ذي. زين وطبعا بعدين بعد كت هم رسلت رسالة ثانية. المشكلة شكلها بس غرفتي، يعني انا صاير كأنه بس غرفتي يعني. بنزل تحت بشوف. انا شاك من المقدمة اللي مسوينها. المهم بعدين طلعت من الغرفة. زين طلعت من الغرفة ورحت يعني اشوف خواتي قعدوا بعد. طبعا رحت اسألهم انا، ما خلاص يعني اقول لهم سمعتوا زي الصوت يقولوا لا انا يعني خلاص طفت الشاشة. ايش دعوة. زين طفت الشاشة. طبعا بعدين صورت. زين ما براويهم وياكم الحين، دي نهاية الفيديو بخليكم تشوفوها. بعدين عشان زين بعدين رحت الى حيدر. هذا حيدر طبعا على طول ده حيدر لانه جلس الصباح.
فؤاد للحين ما ادري نايم للحين ما رد علي، ذاك بطيء يرد ذاك. المهم زين، فرسلت الى حيدر الفيديو نفسه اللي رسلته الى فؤاد، وتالي طبعا كتبت له كذي يعني، حتى هو مو مصدق. زين يقول ايش دعوه. زين بعدين رسلت رسالة صوتية طبعا ما تشتغل. كنت حاط السماعات فدوني زين يعني اسمع شوف كذي هالصوت، صوت يعني المؤثرات حق اللعبة. ما شفنا مرة انطفت في وجه الشاشة ظلمة. صارنا نقول ما فاهم اول شيء يعني، مو مستوعب ان انطفى عندنا الكهرب. لا ما في ولا لمبة شغالة. اقول صح انطفى الكهرب اصلا. ما ادري كيف حيدر. عجيب الوضع عجيب. كوجيما شكله ساحر. المهم يعني المشكلة انه وشو لو مثلا انطفى الكهرب. خلنا نكمل لكم الفيديو. لو مثلا يعني انطفى زين I woke up on the beach. صار كذا يعني في هالمشهد وانطفى الكهرب، بمشيها انا عادي. بس لا المؤثر الصوتي طفت الشاشة زي اللي ولعت ما ادري كيف يعني. خلاص افكر يلا اقول يلا وش صاير، علق الانترنت. فهذا من اغرب الاشياء اللي يعني ما اعتقد يعني ما اعتقد ان يكون عندي موقف غريب زي كذا يعني. اغرب موقف في حياتي. عندي مواقف يعني يمكن في المستقبل اذكرها لكم، بس هذا يعني اجدد موقف واغرب موقف حصل لي. الحمد لله. طبعا يوم بعد ما اشتغلت الكهرباء جيت بشغل يعني الجهاز، الهارد ديسك صار ما يشتغل هارد ديسك حق المونتاج يعني. انا شغلي كله على هارد ديسك. فخلاص انا وصلت في حاله اقول وش صار فيه، لان انطفى الكهرب وهو قاعد يرندر. تخيل يعني يرندر وانطفى الكهرب، فخلاص ما اقدر وش اسوي. بس بعدين شغلت الهارد ديسك بالويندوز باللابتوب هذا اللي انا اشتغل فيه الحين. يعني طلعت الملفات وطلعت لي ملاحظه انه فيكس يعني اسوي اصلاح. سويت اصلاح واشتغل بعدين على جهاز الكمبيوتر عندي الحمد لله يعني. اشوى ما راحت علي ملفات. على العموم شباب راح اصور لكم صورة. بسوي صورة يعني كذا عشان تعرفوا كيف كان وضعي كذا والاضاءة. صورة يعني شوية احترافية بعرضها الحين. زين اوكي بعد ما اصورها لانه وفيديوهات الحين بخليكم تشوفوها في الصباح يعني بعد ما جاء الصبح. طبعا هاي دردشتي يا حيدر. بس هذه السالفة شباب. اسف اني طولت، بس انه يعني اذا ما تصدقوا يعني انا عادي احلف يعني والله. حلفت خلاص فصدقوا. اللي بيصدق يصدق، اللي ما بيصدق عنده شي راجع له. هذه السماعات طبعا اللي انا اسمع فيها عزل مو طبيعي فيها. ما تصلح حق جيمنج، ما تصلح تحطها زين وتسولف، ما تصلح. بصير كأنك تحت الماي. طبعا سواء انت فصلت العزل او لا نفس الشيء يصير عزل فيها. ما تصلح حق جيمنج وحق انك تسولف وانت تلعب او شيء. هذه الشغل الصح. زين بعد التيب مسيطر على الوضع. هذا كل شهر اغير انا. المهم يعطيكم العافيه شباب، واسف اني طولت. وترقبوا الحلقه 9 ان شاء الله. اللي مو حاب اللعبه واكيد يعني لان الحلقات طويله اللي انا اسويها، بس صدقوني يعني ساعه هي من 5 ساعات اسويها، اقصص واجد. ترقبوا الحلقه 9. واللي مو حاب اللعبه يعني يشاهد بس المقدمات اللي اسويها يعني في كل حلقه يعني. بس شاهد مقدمه كذي وشوي طف الفيديو وسوي اللي بتسويه يعني. لايك شير ديسلايك يعني ما يحتاج يعني. اوكي المهم يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير. الى اللقاء.
تبغوا تشوفوا المشهد؟ شغل لكم المشهد I woke up on the beach. Up on the beach. مشهد رهيب الصراحة. هذا اللي كنت انا ابغى اشوفه يعني، بس انطفى الكهرباء. ما شاء الله. The people who died in the two void outs were there. هذا برزخ. العموم. What's going on? طبعا شباب انطفى الكهرب من جديد بعد ما طبعا بعد ما نهيت الحلقة، يعني بعد ما طفيت الكاميرا انطفى الكهرب، بس مو التوقيت اشوى الحمد لله، مو التوقيت. بس ما ادري ايش صاير، في عندنا العداد فيه مشكلة شكله. هي الكاميرا تسجل لو لا الحين انا؟ هي تسجل. بس حلاوتها ينطفي وانا قاعد اسولف بعد، انا قاعد اسولف عن الموقف هذا. بس ما زبطت. المهم طفى شباب الكهرب مرة ثانية، و يلا اشوفكم على خير شباب. شكلي اليوم ما بلعب، انا بس جاي عشان لان ابنشر الحلقة هذه، الفاصل الاعلاني هذا الحين، بس ما ادري متى انشرها الحين. انا طفى الكهرب الحين، لا جهاز شغال ولا سوني شغالة، بس الكاميرا يعني ماشية وياي الحين. انا يلا خلاص شباب، مع السلامة. الله يعين، كل يوم بينطفي الكهرباء الحين. المشكلة انا قاعد الجهاز بروح فيها كذي، قاعد ارندر انا فوق طبعا شباب من جديد، يعني من جديد قاعد ارندر فوق. يلا من جديد بعد الهارد ديسك من جديد مسوي له اصلاح. شكله انه اذا صير شذي، هو اذا ينفصل الهارد ديسك او شيء اثناء الرندر تصير في مشكلة يعني دائما. بس اهم شي ما يضرب، مو كل مرة بسلم الجرة انا، يعني كل مرة يطفي الكهرباء. يلا شباب يعطيكم العافية، وما في لعب اليوم، ما بلعب. يلا بعد انا كنت يعني بخلي حلقة بفصل يعني، انا كنت بسوي يعني خطتي ان بتكلم عن الموقف هذا وبفصل الحلقة هذه وبلعب، بس ما في فايدة، ما في لعب اليوم ولا، لأن خلاص أبغى أكمل الحلقة 10. أنا الحين عبارة يعني بلعب الحلقة 10، ما بلعب. أوف وإيش أسوي الحين أنا؟ لا مونتاج، لا ما أقدر، لا منتج، ما أقدر ألعب، أقعد كذي بس. صوتي واضح؟ اشتغل. أوه اشتغل كهرباء. شو توني بطفي الكاميرا؟ اشتغل. الحمد لله. ولعت اللمبة، ولعت الإضاءة. هذا وش صاير؟ لا يكون مني أنا السبب. كوجيما ذا طفى الكهرباء. شوفوني الحين أنا أبين أشوى عجل بكمل، خلاص بلعب أنا اللعبة. خلاص أجهز عجل للحلقة 10. مشكلة فوق الحين الجهاز، بدي أرجع فوق بعد، خوفه ينطفي وكله ينطفي وكله كذي حظي. خلاص الأمطار، لأن شباب الأمطار مأثرة على طبعا عندنا عداد، احنا جنبي العداد. عداد الكهرباء. يلا نقضيها ألعب. خلاص بلعب أنا. خلاص شباب كات لهذا الفيديو، وبعدين الحلقة 10 اشتغل عليها. طفي
هذه الشركة الحين جت. هذه الشركة جت الحين يصلحوا العداد. الساعة 7 الحين تقريبا، 7 الصبح. هذا طبعا الجار جاي والكراج مسكر عليه. رايح على الدوام هو الحين طبعا، وقاعد ينتظرهم 7 مكالمات يقول يتصلوا عليه، بيتعطل. عليكم السلام، حياك يوسف. وارد شلونك بخير؟ حياك الله فيك. دام ان المروحة شغالة زين يعني اشتغل.